عندك تسوس في اسنانك صح؟ اكيد عندك، لانه اغلبنا طبعا عنده تسوس في اسنانه، وده مش عيب، بس العيب الحقيقي ان انت ما تعالجهوش. فالحل الوحيد لعلاج تسوس الاسنان هو عند الدكتور، هو انك تروح للدكتور ويبتدي ينظف التسوس ده ويبتدي يحط لك حشو عادي، سواء بقى حشو بلاتيني او حشو ليزر زي الابيض ده كده. في بقى بعض الناس طبعا بيبقى ضروسهم مسوسه، وبيبقى من سحله الحياه والشغل وان الواحد دايما ما بيكونش فاضي مكسل يروح للدكتور عشان يشيل التسوس البسيط ده ويحط حشو عاديه. ففي الحقيقه دي مشكله كبيره جدا، لانه انت لو اهملته وما شلتش التسوس البسيط ده، التسوس ده هيفضل ينتشر اكتر واكتر لحد ما يوصل للعصب، وساعتها هيسبب لك الم شديد قوي مش هتقدر تستحمله، وساعتها بقى فعلا هتبقى مضطر تروح للدكتور. بس مش دي المشكله، المشكله بقى تانية اكبر، هو عند بعض الناس مثلا اللي بتكسل تروح لدكتور الاسنان عشان التكلفه بتاعه الحشو وكده. في الحقيقه ده غلط، لانه انت لو عندك تسوس بسيط وما عالجتهوش هيبتدي يزيد اكتر ويوصل للعصب، وساعتها تكلفته هتبقى اغلى بكتير. يعني مثلا لو تكلفه الحشو العادي 300 جنيه، فتكلفه حشو العصب اضرب في 3 أو 4 اضعاف سعر الحشو العادي. عشان كده مهم جدا ان انت لازم لو عندك مشكله في الاسنان او تسوس في الاسنان لازم تروح بسرعه للدكتور عشان يشيل التسوس ده ويحط لك حشو عادي جدا. فالغلط طبعا انك تكون عندك تسوس في الاسنان، بس الغلط الاكبر انك تسيبه وما تعالجهوش في اسرع وقت عشان هيوصل للعصب، وساعتها هتروح برضه للدكتور وتكلفته هتكون اغلى. في قاعده عندنا في طب الاسنان، هو انك كل ما هتتاخر في علاج مشكله ما في اسنانك كل ما هتدفع اكتر وتكلفتها هتكون اعلى، لانه العلاج ساعتها بيكون اصعب وبياخد مده اطول. واتكلمت في فيديو فات قبل كده عن انواع حشوات الاسنان وازاي بيتم علاج تسوس الاسنان عند الدكتور. اتمنى تشوف الفيديو، اسيبه لك تحت في الكومنتات، او لو على اليوتيوب اسيبه لك تحت في الوصف. اتمنى تشوفه، اتمنى يكون برضو الموضوع ده عجبكم واستفدتم منه. فلو عجبك فعلا واستفدت لازم تشير المعلومه دي عشان توصل لاكبر عدد من الناس. اتمنى لكم صحه كويسه، سلام.